واجي نعاود لك على الفقصه والشوهه اللي وقع هاد السيمانه. بعد ما تريك تبوعو قرروا يضربوا السفاره الايرانيه في سوريا، حيت هاد العالم ورثو على بواهم ويديروا فيه اللي بغاو، وما كاينش اللي كيقول لهم اش كديروا. طيحوا 16 رقبه منهم ريوس كبار، ولكن اوغوزمون ايران ما سكتوش، ناضوا نوضه ديال الرجال وبغاو ينتقموا ليهم وينسفوا معاهم حتى المظلومين. صيفطوا الطياير ديال عاشوراء وعلموا تريك تبوعوا اللي بقاو كيساينوهم بفارغ الصبر على قهيوه حتى وصلوا. ايوا الحاصله يا سيادي كانت ثقيله. 10 ديال الجنود ماتوا غير بالضحك، المندبه كبيره والميت صفار، وحنايا بغات طيح لينا اليد مع الرجل بالفقصه. والمشكله مع صحافه الغرب المنافقه ما بقاتش ليغان ا ريبوستي ولا ليغان ا لو دروا دو سو ديفوندر كما قالوا على تريك تبوعو في شهر 10، وانما ولات ليغان ا اتاكي، يعني رجعوا ليغان اولا ايران هي اللي بدات المشكل، نساو هما داكشي اللي داروا، ولوكا غير كانت بعدا شي اتاك اللي كتحمر الوجه. اما داكشي اللي وقع في استراليا طموه وغموه وسكتوا عليه، حيت اللي مشى للسونتر كوميرسيال وبقى كيشرط عباد الله ما سميتوش محمد، ما سميتوش حسين، ما سميتوش عبد الله، سميتو جوال، وماشي مسلم، قاوري مسيحي ابيض. وراهم دابا كيقلبوا مسكين واش دار هاد الشيء بدافع مشاكل نفسيه كانت عندهم صغرو. اما نتوما اختي اللي حشمتوا بالمغاربه والمغربيات قدام اللي يسوى واللي ما يسواش، ترابي المغاربه ماشي هكا، واخا تكوني زايده في المريخ ماشي غير في الدنمارك. المغربيات اصلا ديال اوروبا هما اللي شادين في الدين كتر ومحافظين عليه. واش هدنا عباد الله راكم خرجتوا من رمضان ما خرجناش من الدين الاسلامي، لا حول ولا قوه الا بالله. الله يهديكم ويرد بكم، خلي غير الشتا طيح علينا شويه. نتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب وجاكم خفيف ظريف، في انتظار احداث اخرى بحول الله. الى اللقاء وشكرا على المشاهده.